عايزه تعملي كيك بطعم مميز جدا من غير ما تقفي كتير في المطبخ ومن غير دقيق ولا بيض ولا فرن، جربي الكيك بتاع النهارده. المكون الاساسي فيه البسكوت، طريقه سهله قوي قوي في التحضير وطعم يستحق التجربه. ان شاء الله لما هتشوفي الفيديو بتاع النهارده هتقومي نجربيه فورا. يلا بينا نشوف الطريقه ونسمي الله ونصلي على الرسول. وفي الاول كده معانا 6 اكياس من البسكوت الساده، اي نوع بتفضليه تقدري تستخدميه. هنحطه في الكبه ونطحنه طحن خشنه شويه، وممكن تحطي البسكوت في كيس وتدقي عليه بحاجه تقيله. وهنحتاج مكعبين زبده، وهنحتاج مكعب كبير من الشوكولاته الخام. وهنشوف البديل بتاع الشوكولاته حالا. خلاص طحنا البسكوت، ننزله في طبق غويط. وهنحتاج مع البسكوت معلقتين كبار سكر بودره، ممكن تستخدمي السكر العادي، بس هتلاقي بقى الكيك وانت بتقطعيه بيقرش شويه، فحطي المتاح عندك، بس يفضل ان السكر يكون ناعم، سكر بودرة. سيحت مكعبين الزبدة وهنزل بيهم على البسكوت. وبعد كده هجيب حوالي 3-4 معالق لبن، يعني اقل من ربع كوباية، لان الكوباية اللي انا مستخدمها دي صغيرة. هحط مقدار كده بسيط اقل من ربع كوباية، وهقلب البسكوت مع الزبدة واللبن. مش هلاحظ ان المكونات بقت عجينة قوي، انا مش عايزاها عجينة دلوقتي علشان انا بسيح الشوكولاتة على حمام مية، لان انا هستخدمها مع البسكوت. فعلى ما اقلب كده تقليبتين 3 في البسكوت هتكون الشوكولاته دابت معايا. انا حطيت لقالب الشوكولاته معلقتين زيت ومعلقتين لبن، علشان انا عايزه الشوكولاته يعني تكون دايبه شويه، لاني لو ما حطيتش زيت ولبن اول ما احطها على البسكوت هتمسك بسرعه كده، لان الجو مش حر قوي، فانا عايزاها بس تكون طريه الى حد ما. هقلب بقى كميه الشوكولاته مع البسكوت او عجينه البسكوت لحد ما تبقى المكونات كلها كده عجينه متماسكه. طيب لو انت ما عندكيش الشوكولاته وعايزه تعملي الطريقه اللي انت شايفاها دي، تقدري تستخدمي معلقتين كبار كاكاو، بس في الحالة دي هتزودي مقدار اللبن شوية، يعني ممكن ما تحتاجيش ربع كوباية، ممكن تحتاجي شوية اكتر شوية. المهم انزلي باللبن شوية بعد شوية وقلبي لحد ما المكونات تبقى معاكي متماسكة بالشكل ده. نجيب ورقة زبدة، ممكن تستخدمي كيس التلاجة، افتحيه وحطي عجينة البسكوت عليه، او عجينة الكيك بقى اللي احنا حضرناها، اللي هي الكيكة السريعة السهلة دي. وحاولي ان انت بقى تساوي العجينة كده مع بعض ولفيها رول. انا بحاول انا اسويها كده علشان يبقى الحجم كده قد بعض او متساوي. وهلف ورقة الزبدة وهضغط عليها بايدي، واحاول ان انا الفها كده وادحرجها شوية علشان يبقى الشكل مدور بشكل متساوي. وهنقفل ورقة الزبدة من الناحيتين، بس لو انت هتستخدمي الكيس فحاولي ان انت تربطيه او تلفي عليه، يعني تلفي الحرف قوي واربطي عليه باللي هي البلاستيكة الرفيعة دي علشان تمسكيه كويس. بعد كده هندخل رول الكيك اللي احنا حضرناه في الفريزر نص ساعة. جبت بقيت الشوكولاتة اللي انا سيحتها، ده باقي المكعب لان انا مستخدمتش الكمية كلها مع البسكوت. وهنزل عليه بشوية من المكسرات. كان عندي كام بندقية كده، حمصتهم وقشرتهم وكسرتهم كده خشن، يعني بقى بندق مجروش كده خشن. وحطيته في صوص الشوكولاتة اللي انا سيحتها. ورجعت بقى خدت الكيك من الفريزر بعد نص ساعة بالظبط، ما قعدش اكتر من كده. انا عايزاه بس يعني يجمد شوية، علشان هو ايه، يعني هو العجينة كانت متماسكة بس يعني فيها كده شوية من الطراوة، كانت طرية كده يعني حاجة بسيطة. فكده هي ما بقتش طرية خالص، بقت متماسكة ونقدر نزينها بشكل بسيط وسريع على طول على طول على طول. هنخلص الكيك بتاع النهاردة. بعد كده نحط ورقة زبدة على الطبق ونجيب شبكة سلك. لو ما عندكيش الشبكة دي ممكن تجيبي كام واحد من العيدان الخشب وترصيهم جنب بعض وتحطي عليهم رول الكيك، وصبي صوص الشوكولاتة اللي بالمكسرات. وممكن هنا نعمل بدايل كتير قوي للصوص ده، يعني لو انت عندك بديل النوتيلا ممكن تخفي معلقتين كده من النوتيلا مع معلقتين لبن وتصبيها. ممكن تحطي مكسرات، ممكن تحطي سوداني، ممكن ما تحطيش خالص. فالتزيين هنا حسب ما تحبي وحسب ما بتفضلي. انا بعد ما صبيت الشوكولاته سبت الرول ده 5 دقايق، الشوكولاته جمدت على طول. بعد كده بنبتدي نقطع، قطعيه بالسمك اللي تحبيه. انا قطعت كده يعني قطع بحجم معقول، كل قطعه تقريبا 3 سنتي تقريبا.
هتقطعيه وهيكون جاهز للاكل على طول. طعم لذيذ قوي، يعني القطمه من الكيك ده دايبه دوبان رهيب، طعم حلو، طريقه سهله، مش هياخد معاك غير 5 دقايق. تقدري تعمليه لعيلتك ولضيوفك في 5 دقايق، هينبسطوا جدا جدا من النتيجه. مفيش حد هيدوق الكيك بتاع النهارده الا لما هيقولك تسلم ايدك، طعم حلو وطريقه مش هتتعبك، ومش هنقف كتير في المطبخ. وانصحكم تجربوا طريقه النهارده، وان شاء الله لما هتجربوها هتعجبكم قوي. والسلام عليكم.